مساء الخير، مساء الورد والياسمين على أجمل ناس بالدنيا. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وبعافية. رجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد وفيديو مميز جدا. خوش geldiniz, necəsiz, sıhhatiniz? İnşallah çok iyisiniz. نورنا يوخنيتسز نيتمسز باشلاو فيديومز السيدة بقول ونرجع الفيديو اليوم وياكم. طبعا فيديونا اليوم راح يجوني خواتي راح ينوروني يا كل الهلا بيهم. راح تيجي أختي الكبيرة وخواتي الثنين الصغار اللي ما متزوجات باقيات بالبيت. المتابعات القديمات يعرفوهن والمتابعات الجدد إذا ما تعرفون احنا 6 خوات، 4 من عندنا متزوجات الكبار وعندنا 2 صغار ما متزوجات عايشين ويا أخويا. والما يعرف أنا أم وأبويا متوفين، ف2 خواتي عايشين ويا أخويا. طبعا اليوم راح يجوني خواتي أو تقريبا قعدت ساعة بال9 قالوا إحنا راح نوصل. كنت ناوية أسوي لهم باتشة. هو هذا الفيديو قبل بمدة، جماعة الانستغرام يعرفون هذا الفيديو قبل بوقت، بس أنا تأخرت بتنزيله. هسه يلا نزلت لكم إياه. هنا مثل ما تشوفون وصلوا وبدينا ننزل الغراض. تعرفون بعد انتو الأخت من تجي البيت أختها أو أنا من أروح لهم لازم كل واحدة بيدها هدايا، ما نجي واحدة ما تجي البيت الثانية إذا مو بيدها هدايا. طبعا فيديوهات كلش حلوة، أيام كلش حلوة راحت بذاك القناة، يعني كانت فيديوهات تجنن كلش كنت أحب. بس حرامات راحت ويا القناة. مثل ما قلت لكم هنا وصلوا وبديوا ينزلون الغراض، وما أحكي لكم إيش جايبين بيدهم غراض وشنو أختي الكبيرة جايبة ما تتصورون. هاي هنا فدوكة قاعد تدخل لنا تعبانين خطية كلش وجايين من طريق يعني تقريبا 3 ساعات. فأني كانت ماخذتني النومة عبالي أقعد قبل لا يجون وأخلي الباكة على النار وأسوي ترتيبات هيجي، بس ماخذتني النومة كانت. فزيت ساعة بال9 خابروني قالوا ترى إحنا وصلنا. قمت على السريع ذبيت الباكة برا خيموع، وأنا من الليل مخيطة شوبايات، لأن إحنا إذا الباكة مو ويا شوبايات ما نقدر ما نسوي ويا بريان بصراحة. نسوي كمية كبيرة شوبايات، كيبايات شوبايات هيك نقول عليه، وبالترك ما نقول عليه كوبيه. وهنا مثل ما تشوفون أختي الكبيرة ما أعرف إيش جايبة بيدها وإيش قاعدة تحط بالمجمدة، وهاي بنتها الصغيرة صدرها بعبع. اكتشفت إيش جايبة، خلت بالمجمدة جايبت لي 3 دجاجات ذبح، وجايبت لي 30 قرصة خبز، وجايبة كيكة بيدها. طبعا أنا وصيتهم على الكيكة حتى نسوي عيد ميلاد الكيان والعباس. عيد ميلاد ابنها عباس أبا الفضل يصادف شهر 11 يوم 2، عيد ميلاد كيان يصادف شهر 11 يوم 12، يعني فرق بيناتهم 10 أيام. وصيتها قلت لها جيبي كيكة بيدك فد مرة خلي نسوي لهم عيد ميلاد، وقريب الوقت عيد ميلادهم أنا أنزل الفيديو ويعني هيجي يصير أحلى الفيديو. فلهذا جابت بيدها كيكة وهنا جايبة خبز. ومثل ما قلت لكم هنا قاعدة أكتشف شكو بالمجمدة، اكتشفت أكو دجاج وأكو باتشة جايبة بيدها همين. أنا طابخت لهم باتشة وهم عندهم باتشة جايبين بيدهم إلي. بس عرفت ايش جايبت لي باتشة وجايبت لي دجاجات وجايبت لي خبز وجايبت لي كبة بمرقة السلك. أنا كلش أحب الكبة بمرقة السلك وما أسوي دائما لأن أبو ضرغم مو كلش يرغب له، فحتى ما تشوفون حتى بالقناة ما مسويت له، صار لي كلش هواية. فاليوم قلت أسوي جايبت لي مرقة سلك وجايبت لي كبة قبلها بيوم مسوية وضامة حصتي وجايبته مجمدته، بس كان كلش طيب عاشتي. تعرفون بعد انتو الأخت الكبيرة بدال الأم تصير الحنية كلها بيها. الأم الثانية ربي يحفظها وما يحرمني من عندها وما يحرمني من كل خواتي كلهم، الحمد لله والشكر. إحنا صح ما عندنا بالحياة أم وأب، يعني متوفين أم وأبويا بنفس اليوم، بس الحمد لله إحنا 6 بنات حنينات، وحدة تحب الثانية، وحدة حنينة على الأخ، وعندنا أخ واحد وهمينا صاينينه وبيناتنا وما نخليه يحس بنقص الأم والأب، بنقص يعني بأي شي نقص ما نخليه يحس، بنقص العم والخال وأي أحد ما نخليه يحس، لأن إحنا مكفين وموفين، وحدة سند للثانية وحدة قوة للثانية، الحمد لله والشكر. الله منطينا هاي القوة ومنطينا خالاتنا. شوفوا هو مكان الأم والأب أبد ما يتعوض بالدنيا، مستحيل يجي أحد يقول يتعوض مكان الأم والأب أو يتعوض مكان الأم، هذا الشيء مستحيل. بس الحمد لله رب العالمين انطاهم، رب العالمين أخذهم بالصبر والقوة والإيمان اللي بالبشر يخليه يكون صبور، الحمد لله. أنا تقريبا صار 11 سنة أم وأبوي من متوفين يعني، بس رب العالمين منطينا الصبر والقوة والإيمان، الحمد لله على كل حال، إرادة رب العالمين. دائما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني
فحكينا هذا ليش انفتح عن الحنية، انفتح عن الخوات، انفتح عن صلة الرحم. يعني شلون أقول لكم، ترى الحنية نعمة من رب العالمين. يعني إحنا هسه 6 خوات، إيش ما يكون بيناتنا مشاكل، إيش ما يكون بيناتنا زعل، الحمد لله الله لا يجيب الزعل بيناتنا. إحنا ما نتزعل، إذا كلش زعلنا نص ساعة ساعة وترجع وحدة تحكي الأخ إذا صارت في شيء أو مشكلة أو حكي. مثلا صارت حكاية قبل شوي كنت أحكي أختي الصغيرة هيك حكينا، كانت تقول لي ترى سد الموبايل بوجهك ها يعني تريد تزعل من عندي. فالحمد لله احنا ما عندنا زعل. حتى أخوي حبيبي ربي يحفظ خواتي ويحفظ أخوي وما يحرمني من عندهم يا رب. الخوات نعمة، الخوات رزق من رب العالمين. ألف الحمد لله والشكر. أني يعني أشكر رب العالمين دائما، أقول الحمد لله عندي خوات. يعني اسم الله لو أم وأبوي ما عندي خوات وأم وأبوي متوفين ترى الحياة كلش صعبة. وخصوصا الخوات الحنينات ترى، يعني مو كل أخت، ما تنقال الكل أخت، ما تنقال لكل شخص هذا بمعنى الكلمة. بشر ما يعرف إلا يعاشر ويشوف ويكشف يعني إنه هذا الشخص صدق زين وصدق يريد مصلحتك، صدق يريد الزين إليك هذا، فيقوم يعاشره ويعيش وياه كشخص يعني واحد ما يعرفه، مو كخوات. الحمد لله على كل حال. هنا مثل ما تشوفون قاعدة أشوف لكم النسات اللي جايبات لي إياها خواتي الصغار. تريقنا الحمد لله وشكور، وصار وقت حكينا وسولفنا وقعدنا وما أحكي لكم يعني. بعد أنتم تعرفون لمة الخوات شلون تصير. هنا استوت باكتنا، وهذا كان باكتنا. سهمكم العافية يا رب. فاليوم إن شاء الله بفيديو خاص أسوي لكم تنظيف الباكة، طبخ الباكة على طريقتي. كل من وطريقته بعد على طريقتي، تشوبايات الطبخ التنظيف كله أسوي لكم إياه فيديو خاص. هذا كان غدانا مثل ما قلت لكم. ما أحكي لكم على المنظر اللي قاعد يصير والأكل والنفس. هو إذا مو هيك أكل الباكة ترى ما يصير طيب. بهيجي أكله هاي إيدي أختي قاعدة تصور إيدي هسه يبدون هاي شلون تاكل، شلون تاكلين بيدك، ما تاكلين بالخاشقة. ترى أنا مو أتكيت، ترى ماكو واحد ما ياكل الباكة بيده. انتو سامعين باكة ينوكل بالخاشقة؟ لا، باكة ينوكل باليد. بعد كل من وحر بنفسه. هنا مثل ما تشوفون صار العصر، ورا ما أكلنا الباكر رحنا للدكتور، لأن أختي كانت جاية على مود الدكتور تودي بنتها الكبيرة. فرحنا للدكتور وإجينا وتعشينا الحمد لله والشكر. وبالنهاية بآخر الليل سوينا عيد ميلاد بسيط جميل حلو، الكيان والعباس. ظهر مثل ما شوفت لكم أبو ضرغام كان جايب كرزات وجايب هذا الشيبس اللي بالكاسة، وأنا ماخذة هاي النوتيلات الصغار من زمان وضمته. قلت بيوم العيد ميلاد أطلعه. والنسات اللي جايبينه سوينا سفرة حلوة وجميلة تخبل، وعيد ميلاد بسيط يعني بيتوتي عائلي، حتى بالمطبخ قعدنا سويناه. هنا قاعد ننتظر تجي مرت حماية، لأن مرت حماية جزء من عائلتي، جزء من عندنا، مو مرت حماية أعتبرها كصديقتي ومثل خواتي. فهنا قاعد ننتظرهم يجون حتى الجهال يقصون الكيكة ونحتفل سوا إحنا وياهم. إن شاء الله يا رب عجبكم الفيديو وحبيتوا تفاصيل الفيديو وكنت خفيفة الظل عليكم. وإذا حكيتوا على الباكة ترى أنا أحب الباكة وأحب أكله بيدي. أخاف أحد يكتب لي شو تاكلين الباكة بيدك بيسلب بالخاشوقة فحبيت أوضح أنا أحب أكل الباكة بيدي. وهنا جتي مرت حماية وقاعد يسوون هابي بيرثداي تو يو، واحتفال بسيط وعائلي، ويعني قاعدة بسيطة وعائلية كلش. شوفوا هنا الأمورة قاعدة وما تتحرك، تخاف من سدرة. تعرفون السدرة المفترسة مالتها، تفترسها يعني تقتلها مختصر. بالنهاية أحب أشكركم دائما وأبدا لكلامكم الحلو والتشجيعاتكم والتعليقاتكم وكلامكم الراقي. ربي يحفظكم من كل شر، ربي يحفظكم ويسعدكم يا رب. إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وفرح، إن شاء الله ما تشوفون شر وحزن. ربي يحفظكم ويحفظ كل عزيز على قلبكم، ويحفظ أمهاتكم وأبهاتكم، واللي ميتين الله يرحمهم يا رب برحمته الواسعة. إن شاء الله حبيتوا الفيديو العفوي الحلو البسيط الجميل. لهنا أنا أحب أقول لكم وصلت ياكم لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب يعجبكم الفيديو وحبيتوا. لا تنسون تخلوني لايك، وإذا ما مشتركين بالقناة تشتركون بالقناة. بالنهاية أحب أقول لكم دائما أني أحبكم كلش هواية، ومع ألف سلامة. باي باي.